الملجأ الاول والاخير كان مصر يعني. طبعا رجوع السودانيين اليومين اللي فاتوا للسودان ده كان رجوع طوعي، يعني اتفتح باب الرجوع فقرروا ان هم يرجعوا بكل ارادتهم. ولا جينا مصر وتعاملنا احسن معامله. طبعا ده كان الوقت المظبوط ان احنا نسأل كل واحد عن شعوره الحقيقي تجاه مصر، وهو خلاص هيركب القطر وماشي. يعني النفوس لو كان فيها حاجة زي ما بنشوف على السوشيال ميديا كانت طلعت. يلا بينا ناخد شوية تفاصيل من السودان الجميل ده. نفس المعامله اللي بيتعاملها المصري يتعامل السوداني يعني. نفس المعاملة اللي بيتعاملها المصري بيتعاملها السوداني. معلش بنأكد على كل كلمة وهنحط تحتها خط. ما لقينا فرق في المستشفيات الحمد لله. اخذنا علاجنا كافي، نفس التذكره اللي بيخش بها المصري بيخش بها السوداني. في المستشفيات نفس التذكرة اللي بيخش بيها المصري بيخش بيها السوداني واحد. في المدارس نفس الرسوم اللي بيخش بها المصري بيخش بها الطالب السوداني. مصاريف المدرسة كانت على السوداني زي المصري بالظبط تمام. كذلك في الجامعات، كذلك في الوظائف حتى، يعني ممكن تلقى الموظف السوداني والموظف المصري في نفس المكتب بنفس الراتب. الموظف المصري مع الموظف السوداني بيأدوا نفس الدور بنفس الراتب. العلاجات طبعا في السودان قليلة. احنا الحمد لله لما جينا مصر هنا اتعالجنا صراحة يعني. لما جينا مصر هنا أرض الخير اللي خيرها على كل العالم مش على المصريين بس، بيتعالج زيه زي المصري. عملية الحمد لله عملتها، عملية فتاق الحمد لله اتعملت بمبلغ زهيد جدا، يعني 2500، يعني نفس المبلغ اللي بيتعامل به للمصري. عمل عملية الفتاء بدعم من الدولة المصرية ب2500 جنيه مصري زيه زي المواطن المصري. فهي في الحين لو كان عملتها في السودان حتكون مثلا بمبلغ أعلى أو حتكون بمبلغ خرافي طبعا. في حين انه لو عمل نفس العملية في السودان هتكون بمبلغ خرافي. ربنا يديم خيرك علينا وعلى كل العالم يا مصر. طيب بعد المدح الجميل ده في مصر عايزين برضو نسألك على السودان، بلدك حبيبتك اللي انت راجع لها، ايه الدنيا؟ السودان بلد يعني ما أقدر أوصفها، بس هي بلدنا الأم يعني، ملجأنا الأول والأخير السودان. السودان بلدي الأم، ملجئي الأول والأخير. كده أنت صادق، كده أنا صدقك، كده أنت أصيل، كده أنت عربي سوداني مصري أصيل. كانت ملحسة كان كمل على إن الملحسة ومصر وبتاع وبكى، ويعني حط مصر كده في حتة عاطفية، فاهم؟ لكن الراجل أصيل منساش خير بلده عليه، حتى لو شاف خير غيرها برضه مقصل نفسه وبيقول ملجئي الأول والأخير. دي الناس الأصيلة ودي الناس اللي نصدقها. كلامك خرج من قلبك دخل قلوبنا كلنا والله. كل التحية ليك وللشعب السوداني الشقيق.